السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى يوم جديد وروتين جديد، ان شاء الله تكملي معايا الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك احبابي، ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. النهارده هعمل ايه بقى؟ النهارده ان شاء الله هنضف غرفة النوم، وكمان هعمل غدا، وهنعمل كيكايه حلو. بس كملي معايا الفيديو ان شاء الله تتنشطي كده وتقومي تعملي كل اللي وراكي. ربنا يخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. طبعا اول حاجه هعملها في يومي ان انا طبعا بصلي وبقول الاذكار بتاعتي، وابتدي افطر كده وافطر ولادي، وبعد كده ببتدي ادخل على تنظيف شقتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا بقى حفظتوني في التنظيفات، فانا نظفت كده الشيش والازاز، وشلت الملايه، ونظفت طبعا الخشب كده، يعني شلت من عليه الاتربه. وبعد كده بكنس زي ما انتم شايفين كده. الشنط اللي كنتوا شايفينها دي فيها كتب، هبتدي بقى اشيلها كده واخرجها البلكونه، ما عادش لها لازمه خلاص. فهبتدي بقى اخرجها كده في البلكونه، وابتدي انظف غرفه النوم زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بنظف بقيه الشقه، ولكن منظفه معاكم غرفه النوم. انا عايزه اقول لكم بقى ان الحمد لله نظفت شقتي كلها، ولكن بقى شايله السجاد عشان طبعا غسلته. نفرشه بقى على العيد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. كنست بقى الغرفه زي ما انتم شايفين، وبخرج على البلكونه هي كمان بكنسها وبنضف. طبعا بقى الجو شمس، بخرج الفرش بتاعي كده، المخدات، وابتدي كده اسيبهم يعني في الشمس بقى يتشمسوا كده ويتعقموا وتبقى ريحتهم حلو. هنا بقى المنظم ده كنت طبعا شايله منه كل حاجه زي ما انتم شايفين، نظفته بقى من اي تراب. انا يوميا بنظف الحاجه زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ لاني انا زي ما قلت لكم انا نظفت شقتي كلها، فمش عايزه بقى يكون في تراب او في اي حاجه، فايدي فيها على طول تفضل نظيفه وزي الفل. لكن مش معنى ان انا نظفتها اسيبها هتتبهدل وبعد كده هنهدي حيلي فيها تاني. لا، ايدي فيها بقى كده. يعني عايزه اقول لكم بتفضل نظيفه وزي الفل. يعني تلميع الازاز يوميا، تلميع الخشب، هو ما بياخدش وقت على فكره. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه. طبعا بقى انا شايله المفارش غاسله كل حاجه، فقلت بما اني مسحت الازاز اجيب المفرش ده بقى، احس كده ان انا غيرت في شكل الغرفه، وفي نفس الوقت برضو ما فرشتش الحاجه اللي يعني هفرشها في العيد ان شاء الله. رصيت بقى كل حاجه مكانها بعد ما مسحت طبعا التسريحه ونضفتها. وكمان برضو همسح الكومودينو وانضفه واخليه زي الفل، وافرش برضو عليه المفرش اللي انتوا شايفينه دلوقتي. لاني زي ما قلت لكم انا عايزه اغير في الغرفه، ولكن برضو الحاجه اللي انا غسلاها ومجهزاها ان انا افرشها في العيد تكون نظيفه وزي الفل، فالحاجات دي موجوده عندي ففرشتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد بقى ما لمعت الخشب والازاز جبت طبعا ميه دافيه، وعليها بقى الكلوريكس 5 في 1. عايزه اقول لكم حلو قوي قوي. طبعا ما حطيتش معطر لان هو ريحته حلوه، ريحته بالليمون، وحسيت ان هو كده بيعقم السيراميك وبيدي ريحه حلوه قوي، فما رضيتش طبعا بصراحه ان انا احط معطر. همسح بقى السيراميك وبخرج برضو على البلكونه هي كمان انضفها، وبقيه الشقه برضو بمسحها وانضفها واخليها زي الفل. وبعد كده بقى هجيب المعطر اللي عندي، بحب احطه كده على المرتبه. عايزه اقول لك كل ما تيجي تغيري المرتبه تحسي كده المراتب بتاعتك ريحتها حلوه قوي قوي. فطبعا بحط على المرتبه كلها، وبعد كده بفرش الملايه. طبعا شلت الملايه بقى، وهبتدي افرش ملايه نظيفه زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى ما خدتش اي وقت في تنظيف الغرفه، ولا بقيه الشقه هي كمان ما خدتش فيها اي وقت، لاني انا منظفه التنظيفات العميقه، يعني شايله كده ومنظفه ومخليه الدنيا يعني زي الفل وبتبرق. فعشان كده نظفت بقى سريعا، ما خدش مني وقت الحمد لله. المهم دايما حاجتك يعني تكون منظمه مترتبه، تحسي ان اليوم بتاعك كده رايق، تحسي ان انت عندك وقت تعملي اي حاجه انت عايزاه. وبحب دايما انظم اليوم بتاعي عشان خاطر اليوم كده لما اخلصه بقى وخلصت كل اللي ورايا اكون كده قاعده بقى ورايقه، مش ورايا اي حاجه. نضفت بقى الغرفه وعطرتها وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هبتدي ادخل اعمل كيكايه للولاد. هعمل كيكايه دي يعني هيبقى العشاء، لو حبوا كده بالليل ياكلوا حاجه خفيفه يكون الكيكايه موجوده عندي، وكمان هعمل لهم عصير. طبعا طريقه الكيكايه دي موجوده بالتفصيل على القناه لو حابين تعرفوا طريقتها. المهم ان انا سميت الله كده وصليت على الرسول، وابتديت طبعا اجيب البوله وابتدي انزل بقى بالمكونات بتاعتي. طبعا عشان الكيكه بتاعتك تبقى حلوه لازم الحاجه اللي هتستعمليها فيها تكون بدرجه حراره المطبخ. وبصراحة بحب يعني اضربها بالمضرب اليدوي كده، بتبقى سريعة وبتطلع برضو في النهاية النتيجة بتاعتها حلوة قوي قوي.
وما بتبقاش بقى متعبه. انا قلت كده اجهز العشاء قبل الغدا، شايفين يعني بجهز للولاد العشاء قبل الغدا. عايزه اقول لكم لما بتعملي حاجه زي كده بتبقى حلوه قوي ان هي تكون موجوده عندك، بتنفع عشاء بتنفع فطار، بتبقى سهله وسريعه وما بتاخدش منك اي وقت. يعني انا قلت كده قبل ما اجهز الغدا مش هتاخد اي وقت، هبتدي اعمل الكيكه الحلوه احطها في الفرن وابتدي اشتغل في الغدا زي ما هتشوفوا دلوقتي. المهم طبعا المواد الجافه قلبتها مع بعضها، وبرده عشان الكيكه بتاعتك تبقى النتيجه بتاعتها حلوه وهشه ومرتفعه، انخلي الدقيق مره واتنين بيديكي نتيجه حلوه قوي قوي. بعد كده بقى هجيب الصينيه بتاعتي وادهنها بقى سمنه زيت على حسب ما انت بتحبي، وانزل بالخليط بتاعي وادخلها الفرن وبولع من تحت. اول ما جوانب الكيكه تاخد لون ابتدي ولعي الشوايه. الكيكه كده بتبقى طالعه يعني الوش بتاعها حلو مش مشقق، وبيبقى شكلها حلو زي ما هتشوفوها كده معايا في اخر الفيديو. المهم طبعا ان انا جبت الصينيه بتاعتي بدهنها زي ما انتم شايفين، انا بحب بصراحه ادهن سمنه، وبعد كده بحط الكيكه بتاعتي وادخلها على الفرن زي ما قلت لكم، بولع من تحت الاول لحد ما الجوانب تاخد لون، ببتدي طبعا اولع الشوايه. كده خلصت طبعا من الكيكايه. هبتدي بقى اعمل عصير. كان عندي يا بنات، كان عندي بقى شويه فراوله كده وشويه كيوي، وكمان حطيت مكعب من البنجر، وحطيت طبعا ميه وحطيت سكر، وفي الخلاط او الهاند بلندر هبتدي اضرب العصير بتاعي، بيبقى حلو قوي قوي على فكره. المهم برضو ان انا هضربه واغطي عليه واحطه طبعا في التلاجة. الدنيا حر والولاد دايما بيحبوا يشربوا كده حاجه بارده عصير، فبحب دايما من وقت للتاني اعمل لهم العصير او الحاجه اللي موجوده عندي. هدخل بقى على الغدا. هتعملي غدا ايه يا منال؟ هعمل النهارده كده اكل بقى بتاع امهاتنا، ربنا يديهم الصحه ويخليهم لينا، اللهم امين يا رب العالمين، ويرحم كل ام متوفيه، امين يا رب العالمين. هعمل بقى النهارده فرخه كده، فرخه بلدي، هحشيها رز كده ببصل بملح وفلفل وسمنه كده وشويه زيت، وهعمل رز بشعريه، وهعمل كمان بسله. يعني اكل كده سريع وسهل ما بياخدش اي وقت وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. المهم الفرخه بتاعتي انا غسلاها ومنضفاها ومخليها زي الفل وبصفيها من اي ميه، وبعد كده ببتدي احشي الرز واوزعه عشان يعني يستوي كله، وطبعا الفرخه بتاعتي ما تفتحش. طبعا انا يعني ضربه طماطم في الخلاط ومصفياها. انا بحب لما اجي يعني اشتغل في المطبخ اكون مجهزه كل حاجتي زي ما انتم شايفين كده، بحس ان انا بقى ما باخدش وقت، وبحب كمان اخلص كل حاجه. يعني دخلت المطبخ اعمل الغدا، اعمل كيكايه، اعمل حاجه حلوه، المهم ان انا اطلع كده من المطبخ اكون خلصت كل اللي ورايا. طبعا بقى عندي حله فيها ميه، انزلي بالمنكهات اللي بتحبيه، بس انا بحب بصراحه احط على المرقه ايا كان بقى مرقه طيور او يعني مرقه لحمه، بحب احط عليها طماطم، ولو في جزر حطي، في كرفس جنزبيل حطي، حبهان حطي، كمان فلفل اسمر، وحطي كمان توابل فراخ. طبعا انا عامله فرخه فبحط توابل فراخ. المهم طبعا هسيب الميه تغلي وبحط ليمونه كمان، هسيب الميه تغلي وبعد كده هنزل بالفرخ. طبعا جبت حله، انزلي بالماده الدهنيه اللي انت بتحبيها. مقطعه بصله متوسطه، ما بحبش اديها لون، ما بحبش يعني اخلي البصله تاخد لون، الجو حر والاكل بيبقى تقيل قوي لو حمرت البصله. المهم بحط معلقه صغيره من الثوم المفروم، واول بس ما احس ان هم هيبتدوا ياخدوا لون ببتدي انزل بالبسله والجزر. ده اخر كيس بسله عندي في الفريزر، هبتدي بقى اعمله، وربنا يعيننا كده بقى ونفرز شويه حاجات كده في الفريزر عندنا ان شاء الله. المهم ان انا بنزل بالبسله زي ما انتم شايفين والجزر، بشوحهم كويس، وبعد كده ببتدي انزل عليهم بمعلقه من الصلصه. طبعا الصلصه اللي بحطها في اي اكل بيبقى بس إيه، ان انا ازود لون الطماطم مش اكتر، لكن هي طبعا ينفع نستغنى عنها مفيش اي مشكله. المهم ان انا هشوح البسله مع الجزر لحد ما احس ان ما فيهمش ولا نقطه ميه، وبعد كده هبتدي انزل بمعلقه من الصلصه زي ما انتم شايفين كده. بس دايما سمي الله كده وصلي على الرسول وانت بتعملي اي حاجه، عشان كل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. شايفين بقى لما بكون مجهزه كل حاجه بحس ان الاكل كده ما بياخدش مني اي وقت. طبعا انا ضاربه الطماطم في الخلاط ومصفيها، وطالما حاجه فيها طماطم بحط معلقه صغيره من السكر. وطبعا انزلي بالتوابل اللي انت بتحبيها، اي توابل بتحبيها حطيها. بس طبعا الاكلات بتاعت امهاتنا ما كانش بيبقى عليها توابل كتير، هو ملح وفلفل وشويه كده من الكمون وشويه كمان من الفلفل الاسمر والبابريكا وكزبره ناشفه. طبعا بقى هسيب الطماطم بتاعتي تتسبك. انا مش هنزل بالبطاطس دلوقتي لان البطاطس ما بتاخدش سوا. انا حطيت مكعب من البنجر. البنجر طبعا طريقه التفريز بتاعته موجوده على القناه، بيبقى حلو قوي قوي وطبعا مفيد، وما بيبقى يعني ما بيبقاش له طعم. هنا بقول لكم ان طبعا هعمل رز بشعريه انا مع نفسي، والبطاطس طبعا حاطه عليها ميه. اول ما احس بقى ان الطماطم بتاعتي اتسبكت هبتدي انزل بالبطاطس واديها كده تقلبتين، وبعد كده انزل بالمرق. طبعا الملح بتاع اي طيور بحطه من البدايه، ولكن لما دقت طبعا المرقه حسيت ان هي محتاجه شويه من الملح حطيته. شايفين بقى لون المرقه كان حلو ازاي؟ لان طبعا غاسله الفرخه بتاعتي كويس وشايله طبعا الريم وحاطه بقى المنكهات اللي انا بحبها.
نزلت بقى بالبطاطس زي ما انتم شايفين كده، بحب احط بقى معلقه صغيره من الثوم المفروم نيه كده، بتدي طعم حلو قوي قوي. هنا بقى هسيب الفرخه بتاعتي تستوي، وبعد ما بتستوي بطلعها واسيبها تبرد، وبعد كده بحمرها على البوتاجاز. لو حابه تدخليها الفرن مفيش اي مشكله، بس انا بصراحه بحس ان الطريقه ان انا احمرها على البوتاجاز بتبقى احلى بكتير. هنا بقى حمرت شويه رز بشعريه برده، هحط عليهم المرقه وابتدي برده اسويهم. بس طبعا هسوي يعني هحمر الفرخه كانت استوت بقى، طلعتها وسبتها بردت. طالما هتحمريها على البوتاجاز لازم تسيبيها تبرد، وبعد كده حطي الماده الدهنيه اللي انت بتحبيها. انا بحب بصراحه احط زيت، وبعد كده بحمرها تاخد اللون اللي انا عايزاه، بطلعها واحط عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. وهنا الغدا بتاعنا كان جاهز، ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. كان عندي بتنجان مخلل برضو حطيته، وحطيت بقى البسله، وكمان شايفين لون المرقه حلو ازاي. وكان عندي بطيخ. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان البطيخ في الصيف بيبقى دايما عندي، ولادي بيحبوه كمان زوجي، فبكون حاطاه في علبه كده وبطلعه. قلت لهم احط لكم عصير ولا بطيخ؟ قالوا لنا لا قطعي لنا بطيخ، فحطيته زي ما انتم شايفين كده. وده كان الغدا بتاعنا، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى اكل كده سهل وبسيط، وكمان بيبقى طعمه حلو قوي قوي. طبعا هنتغدى بقى، وبعد كده هشطب المطبخ انا مع نفسي واظبط الدنيا، وبعد كده هبتدي ادخل على ان انا بقى الرول ده موجود عندي، هفرش كده يعني قطعه منه، عشان وانا بغسل المواعين ما لقيتش عندي سلك. طبعا لما ما لقيتش عندي سلك في الحله اللي كان فيها المرقه المونيا، ما ينفعش تتغسل بسبونش، فبعت ابني بصراحه جاب لي سلك. بس خدت منه بقى القطعه اللي غسلت بيها الحله، وبعد يعني بعد ما خلصت قلت بقى اقطع السلك، لان انا بحب اشيله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وكمان بقى احنا ستات كده واعيين، فقلت اضرب عصفورين بحجر. اعمل ايه؟ اسن بقى المقص بتاعي لانه كان بارد خالص. فطبعا لو عايزه تسني المقص بتاعك قطعي بيه سلك زي ما انت شايفه كده، بيبقى حامي وبيبقى حلو قوي ويقص اي حاجه. المهم طبعا بقطع المقاس اللي انا عايزاه، انا بقطع يعني القطع ما تكونش كبيره قوي، لاني السلك ده مش دايما بستعمله، بس ما اقدرش برضو استغنى عنه، لاني ساعات بدعك بيه البوتاجاز. طبعا لو في عندي مثلا حله المونيا بدعك بيها. انا عندي سبونشات، ولكن السبونشات زي ما قلت لكم مش للحلل الالموني، فالسلك ده ما بقدرش استغنى عنه، فبقطع بقى يعني المقاس اللي انا عايزاه وبحطه في علبه، وعامله درج كده في التربو، اخر درج ببتدي ارص فيه السلك بقى في العلبه، وابتدي يكون موجود عندي اي قطعه بقى عايزاها بطلعها تكون جاهزه، مش ان انا لسه اقطع ولا اي حاجه. كمان بقى المفرش اللي انا فرشته ده يعني حافظ لي برضو على الرخامه، لان انا غسلاها يا دوبك بس مسحه على السرير كده، هتكون خلاص مفيش اي حاجه على الرخام. مسحت بقى خلاص، خلصت السلك ومسحت الرخامه بتاعتي زي ما انتم شايفين، لان انا شطبت المطبخ وخليته زي الفل. كان جاي لي بصراحه ورق عنب من الشرقيه، وانا بقى يعني بقول يعني عايزه اقول لكم يا بنات انا بحب الحاجه اللي بتجيلي من الشرقيه قوي قوي، بتبقى كده يعني فلاحي بقى وحلوه قوي، وبيبقى طعمها حلو في الاكل. فانا بصراحه مش هفرزه، بس انا حبيت اوريكم طريقتي في التفريز. طبعا الطريقه بالتفصيل موجوده على القناه، لو حابين تعرفوا طريقتها هي بتبقى طريقه سهله وبسيطه. بنضف الورق العنب زي ما انتم شايفين كده، بس المهم ان ما يكونش عليه ميه، يكون ناشف، ما فيهوش ولا نقطه ميه لو هتفرزيه. وابتدي بقى ارصه. طبعا الورق يعني بيبقى احجام، فيه بتبقى ورقه كبيره ورقه صغيره، حاولي ترصي كل مقاس مع بعضه. وبعد كده بقى ابتدي رصيه في كيس او في علبه، وابتدي طبعا قفلي عليه، بس المهم انك تطلعي الهواء منه، وبعد كده دخليه على الفريزر. دي طريقتي في تفريز ورق العنب. وبرده في طريقه تانية، لما بيكون سلقه ورق عنب وفاض عندي يعني، ببتدي اصفيه من اي ميه، وابتدي برضو احطه في كيس او في علبه واغطي عليه وادخله الفريزر. الطريقتين حلوين، إيه الطريقه اللي تريحك اعمليها. المهم ان انا خلصت ورق العنب الحمد لله. طبعا قعدت بقى انا مع نفسي كده وخلصته، وبعد كده هبتدي بقى اكيسه وادخله على الفريزر لو حابه انك تفرزيه. دي طريقه التفريز زي ما قلت لك. طبعا بقى هنا كان عندي الخزين اللي انا جايباه بتاع الشهر، فقلت يعني ارصه في البرطمانات، لان انا شلت الحاجات بتاعه يعني الاوكسي والحاجات بتاعه الغسيل دي شلتها ورصيت كل حاجه مكانها، ولكن المكرونه كانت في الاكياس زي ما انتم شايفين كده. فقلت لا، يعني المنظمات بتاعتي نظيفه او البرطمانات بتاعتي نظيفه، ابتدي ارص كل حاجه. طول ما انت منظمه حاجتك بيبقى شكلها حلو، ما بيبقاش في كركبه عندك، بتبقي حاسه انك رايقه. وانا بصراحه بحب كده امشي في يومي، يعني منظمه اليوم بتاعي مرتباه، عشان كده لما اخلص بقى اللي ورايا اكون كده راضيه عن نفسي وقاعده مرتاحه، مش ورايا اي حاجه. فجبت بقى البرطمانات زي ما انتم شايفين كده، رصيت بقى المكرونه، ورصيت طبعا الرز، كل حاجه حطيتها مكانها. انا يعني جايبه انواع المكرونه اللي ولادي بيحبوها، بلاش نجيب حاجه ملهاش لازمه. يعني طبعا كل ست بيت بتبقى عارفه ولادها بيحبوا ايه، فالحاجه اللي انت عارفه ولادك مش بيحبوها ما تجيبهاش، حرام، لان الحاجه غاليه جدا جدا. طبعا المكرونات
لازم تكون موجوده عندك. انا يعني بجيب مكرونات الانواع اللي ولادي بيحبوها. المكرونه دي بتنفع باي يعني بطرق كتير، وبيبقى طعمها حلو والولاد بيحبوها. لو ما عندكيش اي حاجه وعندك مكرونه ممكن تعملي منها اكله بيبقى طعمها حلو قوي قوي. المهم طبعا ان انا هحط بقى الفاصوليا، وهحط كمان الرز، وهحط الشعريه. البرطمانات بتاعتي لازم تكون مغسوله، لما بيخلص منها الحاجه ببتدي اغسلها واسيبها تصفي، بحيث ان انا لما احط فيها الحاجه الجديده تكون نظيفه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى يا بنات، انا عايزه اخد رايكم في حاجه، طبعا يا ريت تردوا عليا في الكومنتات. انا عايزه اقول لكم، انتوا حابين في القناه بتاعتي ايه روتينات؟ يعني اقدم لكم الروتينات زي ما انتم شايفين كده، او اليوم بتاعي بعمل فيه ايه، ولا حابين وصفات؟ وطبعا لو عندكم اي فكره تفيدني وتفيدكم وتفيد القناه، يا ريت برضو تكتبوا لي في الكومنتات، وانا برضو اقدمها في القناه عندي. وربنا يخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا، يعني كلنا كده بنستفيد من بعض. فاي فكره عندكم هتفيدكم وتفيدني يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي اجمل واحلى اخوات في الدنيا. طبعا بقى رصيت كل حاجه زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم بقى مطبخي نظيف، شقتي نظيفه، كل حاجه كده زي الفل عندي الحمد لله. وكمان عملت بقى كيكايه حلوه كده للعشاء. وده كان اليوم بتاعي، يعني اللي انتوا شفتوه ده كله ده كان اليوم بتاعي اللي عملته في اليوم بتاعي. ما كانش عندي غسيل، الملايه اللي انا شلتها من على السرير حطيتها في الاوتوماتيك وما غسلتهاش في اليوم ده. المهم طبعا ان انا خلصت كل اللي ورايا. شايفين يا بنات النظام حلو ازاي؟ لما بترصي حاجتك وبتنظميها بتحسي ان كل حاجه عندك شكلها حلو، بتبقى نفسك مفتوحه انك تدخلي بقى المطبخ، تدخلي كده الغرفه، بتبقى نفسك مفتوحه. فدايما نظمي حاجتك ورتبيها، وخلي حاجتك كده دايما نظيفه وزي الفل. خلاص بقى يا بنات، رصيت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. والحاجه اللي بتكون زايده عندي انا مخصصه لها درج في التربو، ببتدي احطها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى عايزه اقول لكم الكيكايه بقى كانت بردت، والعصير كده طلعته من التلاجة، وقلت خلاص انا خلصت كل اللي ورايا بقى، اقعد كده بقى مع نفسي وانا رايقه وراضيه كمان عن نفسي. خلصت كل اللي ورايا الحمد لله. ولحد هنا هيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم. وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي نعمه. شايفين الكيكه حلوه ازاي يا بنات؟ جربوها ان شاء الله هتعجبكم. طريقتها بسيطه وسهله، ومش هتاخد منكم ان شاء الله اي وقت. والطريقه موجوده على القناه لو حابين طبعا تجربوها وتقولوا لي رايكم. كنت معاكم منال عبد المنعم. سلام عليكم.